بكل العالم ما في طريقة علمية وموثوقة للتنبؤ بموعد الزلزال. لنقدر نتفادى الزلزال وأضراره الكارثية، مع هيك في خطوات احتياطية ممكن تقلل أو تساهم بإنقاذ الأرواح، وتحديداً مع تطور الهواتف الذكية وامتلاكها لميزات وقدرات رح تقدر تساهم بنسبة كبيرة بالإنقاذ. من خلال متابعتنا لعمليات الإنقاذ والإغاثة شفنا كتير حالات بقيت على قيد الحياة والسبب تليفون ذكي، وناس كتير بتستخدم بعض التطبيقات يلي ساهمت بإنقاذهم. يعني هذا النوع من الإسعافات اسمه الإسعافات الرقمية. إيه لا تستغربوا، عن جد في تطبيقات يطلق عليهم اسم الإسعافات الرقمية، فيلا نتعرف عليهم. الهواتف الذكية صارت جزء من حياتنا، وللأسف هالتعلق الشديد رح يولد عدة مشاكل، بس بنفس الوقت في له إيجابيات، وتحديداً بالفترة الصعبة يلي مرينا فيها. فمن إحدى إيجابيات التعلق بالهاتف هو إمكانية إنقاذ أرواح الناس العالقين تحت الأنقاض من خلال تطبيقات ذكية قادرة تحدد مكان الشخص أو ترسل طلب استغاثة، وهالتطبيقات أطلق عليها اسم الإسعافات الرقمية. التطبيق الأول Offline Survival Manual، متوفر مجاناً لهواتف أندرويد، وهو بمثابة دليل للبقاء على قيد الحياة بأي حالة طوارئ، وبيساعد بالتعرف على كيفية الاستفادة من الموارد المتوفرة بشكل محدود لتحصل من خلالها على طعام وتدفئة، والاستفادة أيضاً من استخدام النباتات ومواجهة الطقس البارد وغيرها من الأمور المهمة. أهمية هالتطبيق بتكمن بأنه بيشتغل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. أما التطبيق الثاني فهو First Aid IFRC للإسعافات الأولية، وهو التطبيق الرسمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. هالتطبيق بيتيح للناس إمكانية الوصول الفوري للمعلومات يلي بيحتاجوا لمعرفتها للتعامل مع حالات الإسعافات الأولية الطارئة يلي ممكن تنقذ حياة شخص، خصوصاً إنه بيدعم أكثر من 40 لغة منها اللغة العربية، ومتوفر مجاناً لهواتف آيفون وأندرويد. وآخر تطبيق رح يساعد بمعرفة الموقع الفعلي لأفراد الأسرة فهو تطبيق Life 360. من خلال هالتطبيق رح تقدر تعرف أماكن وجود أفراد العائلة على الخريطة وتقدر تساعدهم بحالات الطوارئ، وكمان بيقدر يرسل تنبيهات لأفراد الأسرة بحال أحد أفرادها عم يواجه حالة من الطوارئ.